واش كتعرف بلي السما ديالنا غتولي شاهدة على تحول استراتيجي واللي كينقل المغرب من مجرد مستورد للسلاح لصانع حقيقي في قلب التكنولوجيا العسكرية. القضية ماشي غير شراء طيارات، وإنما هي معركة سيادة صناعية واللي بدات كترسم الملامح ديالها مع العملاق البرازيلي إمبراير. التحدي كان هو كيفاش نجمعوا بين تعزيز القدرات الهجومية واللوجستية للقوات المسلحة الملكية وبين خلق قطب صناعي اللي كينافس الكبار. والجواب جا في السي 390 ميلينيوم. هذه الطيارة هي جوهرة التكنولوجيا البرازيلية، ماشي غير وسيلة نقل، وإنما هي منصة متعددة المهام كتقدر تهبط في مدارج واعرة وتزود الطيارات بالوقود في الجو. المغرب بهذه الخطوة كيبني مركز صيانة إقليمي، يعني غنوليو حنا الدار الكبيرة اللي كتحكم في تقنيات الطيران في إفريقيا ومنطقة المتوسط. ملي كنقولوا صنع في المغرب راه كنقصدوا انتقال الكفاءات ديالنا لمرحلة تصنيع قطع الغيار المتقدمة وتوطين التكنولوجيا. هذه هي الرؤية الملكية اللي كتخلي المغرب قطب دولي وقوة جيوسياسية اللي كتعرف تختار الشركاء ديالها بدقة. في نظركم واش هذه الشراكة غتخلي المغرب هو الوجهة الأولى لصناعة الطيران العسكري في إفريقيا مستقبلا؟ خليوا لينا الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش القاعدة الثلاثية: جيم، كومونتي وبارطاجي. تحياتي للجميع.